عمرك سألت نفسك هو ازاي يوتيوب بيقترح لك الفيديوهات اللي انت بتحبها؟ المسؤول عن الفكرة دي هو الماشين ليرنينج او تعلم الآلة. في الفيديو ده هتفهم يعني ايه ماشين ليرنينج او تعلم آلة، وازاي تبدأ تتعلمه خطوة بخطوة، وازاي تدخل في مجال الذكاء الاصطناعي. تعلم الآلة هو إنك تخلي الكمبيوتر يتعلم من البيانات، يعني بدل ما تكتب للكمبيوتر سطر كود وتقول له اعمل كذا وكذا، لا أنت بتديله داتا وهو بيتعلم منها ويتصرف على أساسها. وأقرب مثال على كده هو اليوتيوب. أنت على اليوتيوب بتتفرج على فيديوهات معينة وليك سلوك معين وبتتابع قنوات معينة. بناء على الداتا ديت الكمبيوتر بيقدر من خلال الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة إنه يقترح لك الفيديوهات اللي أنت مهتم بيها وبتحبها. يعني من الآخر الكمبيوتر بيشغل دماغه وبيتوقع أنت عاوز تتفرج على ايه. طيب السؤال المهم دلوقتي، ازاي تبدأ في مجال الماشين ليرنينج او تعلم الآلة، وايه هي المهارات اللي انت محتاج تتعلمها؟ اول حاجة انت محتاج تتعلم لغة برمجة، ولغة البرمجة المستخدمة بشكل اساسي في كل مجالات الذكاء الاصطناعي مش بس تعلم الآلة، وهي لغة البرمجة بايثون. وتاني حاجة انت هتتعلم بعض الاساسيات من علم الرياضيات او الحساب علشان هتستخدمها في مجال تعلم الآلة. يعني لازم يكون عندك فهم كويس للجبر الخطي زي المصفوفات والمتجهات، وكمان يكون عندك معرفة بعلم الإحصاء والاحتمالات. وتالت حاجة انت هتبدأ تتعلم بعض المكتبات الخاصة بالذكاء الاصطناعي اللي هتستخدمها على لغة بايثون، زي مكتبة تنسور فلو ومكتبة باي تورش. ورابع حاجة هتحتاج انك تتعلمها وهي التعامل مع البيانات، سواء تحليل البيانات اللي هو الداتا اناليسز او تنظيف البيانات اللي هو الداتا كليننج، وده طبعا علشان تقدر تخرج بنتائج معينه من البيانات اللي انت هتجمعها. يبقى باختصار علشان تدخل في مجال تعلم الآلة او الماشين ليرنينج محتاج تتعلم لغه بايثون اول حاجه، وبعدين تتعلم اساسيات الرياضيات زي ما قلت لك، وتالت حاجة هتتعلم مكتبة تنسور فلو أو باي تورش، وآخر حاجة إنك تعرف تتعامل مع البيانات من خلال الداتا أناليسيز والداتا كليننج. طيب إيه هي الوظائف اللي أنت ممكن تقدم عليها بعد ما تتعلم مجال تعلم الآلة أو الماشين ليرنينج؟ أول حاجة أنت ممكن تشتغل ماشين ليرنينج انجينير، وهنا انت بتشتغل في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي. وكمان ممكن تشتغل داتا ساينتست، وهنا انت بتجمع البيانات وتحللها وتعمل عليها بعض العمليات علشان تطلع في النهاية برؤية معينة او خطة عمل للكمبيوتر يمشي عليها. طيب ايه هي المصادر اللي انت ممكن تمشي عليها علشان تبدأ تتعلم مجال تعلم الآلة او الماشين ليرنينج؟ اول حاجة بالنسبة للغة بايثون، انا بصراحة بقترح ان انت تتعلمها من قناة كودزيلا اللي موجودة على اليوتيوب، لان القناة ديت بتشرحها بطريقة جميلة جدا. اما بالنسبة الاساسيات الرياضيات زي المصفوفات والمتجهات والحاجات اللي اتكلمنا عليها، المصادر اللي بالعربي كتير جدا على اليوتيوب. ونيجي بقى لاهم حاجه في مسار تعلمك لتعلم الاله او الماشين ليرنينج، وهو التنسور فلو او الباي تورش، اللي هي المكتبات الخاصه بالذكاء الاصطناعي. ودي بالذات بصراحه انا بفضل في الوقت الحالي ان انت تتعلمها من المحتوى الانجليزي على اليوتيوب، او حتى على المواقع المشهوره زي موقع يوديمي او موقع كورسيرا. وان شاء الله انا هعمل لكم فيديو قريب جدا عن ازاي تتعلم من المحتوى الاجنبي على الانترنت حتى لو كنت ضعيف في اللغه الانجليزيه. وبرضه انا مش بقول لك ان مفيش اي مصادر باللغه العربيه على اليوتيوب، لا انت ممكن تروح تبحث وتدور وتلاقي حد كويس، بس انا بكلمك من خلال بحثي انا على المجال ده. المحتوى الاجنبي فيه بيكون اسرع واحسن وهيوصلك لنتيجه كويسه في وقت قصير جدا. فلو انت مهتم تفهم عن الذكاء الاصطناعي اكتر، احنا كنا عملنا فيديو عن الذكاء الاصطناعي في التصميم والبرمجه، والفيديو ده هيفتح دماغك عن استخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل عملي، وخصوصا لو انت مهتم بمجالات التصميم والجرافيك. هتلاقي الفيديو ظهر قدامك على الشاشه دلوقتي وموجود على القناه، تقدر تتفرج عليه في اي وقت. وفي النهايه انا عاوزك تكتب لي في التعليقات ايه هو المجال اللي انت مهتم بيه وعاوز تتعلمه علشان نعمل عنه فيديو زي ده ان شاء الله. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. مع السلامه.